هو كل واحد يعمل له فيديو على تيك توك يطلع بقى يمثل؟ ما صحيح احنا في زمن الشهرة السريعة يا سادة، بس هل الشهرة دي كفاية علشان تبقى ممثل؟ النهاردة هنتكلم عن نجوم السوشيال ميديا اللي دخلوا عالم التمثيل، وهنسأل السؤال اللي الكل بيسأله: مين فيهم نجم بجد ومين فيهم داخل بس علشان هو ترند على التيك توك؟ النهارده هنغوص اكتر في حكايه فتحناها قبل كده، حكايه النجوم اللي بيتنقلوا ما بين عالمين، عالم الشهره السريعه في الانترنت وعالم الاضواء والكاميرات والتمثيل في السينما والتلفزيون. بنتكلم عن اليوتيوبرز والتيك توكرز والبلوجرز اللي بنتابعهم وبنحبهم او بنختلف معاهم، وفجاه بنلاقيهم قدامنا في عمل درامي او في فيلم. الظاهره دي مش جديده قوي، لكنها زادت وانتشرت بشكل ملحوظ في السنين الاخيره خصوصا في مصر، وده بقى بيطرح اسئله كتير. هل دي مجرد موجه وهتعدي؟ وهل الشهره الديجيتال كافيه انها تصنع ممثل؟ وهل الجمهور بقى بيتقبل انه يشوف نجوم السوشيال ميديا المفضلين بتوعه في دور مختلف تماما؟ تعالوا نفصص الحكايه بقى سوا ونركز اكتر على اللي بيحصل في بلدنا مصر. لو بصينا على الساحة المصرية هنلاقي قايمة طويلة وما بتخلص. يمكن أكتر اسم عمل ضجة مؤخرا هو التيك توكر كروان مشاكل. هتيجي تروقي لأم الشقة نحرك اسمي. ظهوره في مسلسل بطن الحوت قسم الناس لنصين، ناس شافت إنها فرصة لشاب صغير ولطيف وعنده كاريزما وقبول عند الناس، وناس تانية هاجمت وبشدة وقالت إن الفن مش أي حد يدخله، وإن في معايير وموهبة لازم تكون موجودة. حتى نقابة المهن التمثيلية ما سكتتش ودخلت على الخط، بغض النظر عن رأينا الشخصي في كروان مشاكل، لكن كروان مش لوحده. عندنا كمان محمود السيسي، البلوجر اللي احنا عارفينه بفيديوهاته الكوميديه الخفيفه، قدر يلاقي لنفسه مكان في اكتر من عمل. شفناه مثلا في مسلسل مكتوب عليا مع اكرم حسني، وشارك في مسلسل طير بينا يا قلبي وانا وهي، وحتى في السينما مع كريم عبد العزيز في بيت الروبي. تجربه محمود بتورينا ان البلوجر ممكن يكون عنده موهبه تمثيليه حقيقيه ويقدر يقدم ادوار متنوعه. وكمان عندنا البلوجر احمد رمزي اللي شارك في الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت، ومحمد ربيع الشهير بمحمد الجنتل اللي ظهر في مسلسل اللغز، ومحمود عادل اللي شارك محمد رمضان في فيلم هارلي. ولو نزلنا تحت شويه للاصغر سنا هنلاقي الاطفال كمان كان ليهم نصيب، زي الطفل عبد الرحمن طه اللي خطف الانظار في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس بدور العتره وجوني الصغيرين. اليوتيوبرز كمان ليهم بصمتهم، محمد مولي واحمد بسيوني ظهروا كضيوف في حلقات الكبير قوي، واكرامي هجرس في الروايه وهدر اتفاق، وصلاح الدالي شارك في افلام زي جده مشاكل و200 جنيه. ده حتى توأم مصر البلوجرز المشهورين كان ليهم تجربه في مسلسل شغل عالي. والظاهره ما اقتصرتش بس على صناع المحتوى، دي كمان امتدت لمطربي المهرجانات والراب، بقوا بجزء كبير من المشهد. عنبه مثلا شفناه مع يسرا في مسلسل الحمد لله على السلامه، ومسلم في فيلم دراويله، وطبعا ما نقدرش ننسى ويجز وتجربته المميزه في مسلسل بيمبو واللي لفتت نظر ناس كتير، وكمان ابو يوسف في الليله وما فيها، وشاهين في بيمبو وسوشيال. ودول بقى نجوم ليهم قاعده جماهيريه ضخمه جدا في المزيكا، وقرروا انهم يكتشفوا منطقه جديده في التمثيل. الحكايه للحقيقه ليها وشين زي اي عمله. من ناحيه السوشيال ميديا بقت زي الترمومتر الشعبي اللي تقدر تقيس بيها نبض الشارع، بتقدم وجوه جديده ممكن يكون عندها موهبه حقيقيه ومستنيه الفرصه، والمنتجين والمخرجين بيشوفوا في الاسماء دي حصان رابح ممكن يجذب جمهور السوشيال ميديا للاعمال الفنيه. لكن بقى من ناحيه تانية في تخوف ان الموضوع يتحول لمجرد استغلال للشهره، وان في ناس ما عندهاش موهبه خالص تاخد مكان ناس تانية درست وتعبت وشقيت علشان توصل. وده بقى بيفتح باب للنقاش عن معايير الاختيار وعن اهميه الموهبه الحقيقيه قصاد عدد المتابعين. انا كسقراط بشوف ان الموهبه ممكن تتولد في اي مكان، سواء في المسرح او قدام كاميرا سينما او حتى قدام كاميرا موبايل. المهم ان الموهبه دي تثقل وتتطور بالدراسه وبالخبره. الشهره ممكن تفتح الباب، لكن الموهبه والشغل هم اللي بيخلوا الفنان يكمل المشوار. الفن رساله ومسؤوليه وتعبير عن الروح، والتمثيل بالذات محتاج صدق وعمق وفهم للشخصيه اللي بنقدمها. ولو خرجنا بره مصر شويه هنلاقي نفس الحكايه بتتكرر في الخليج، وان كان بوتيره اقل شويه. في السعوديه تجربه تلفاز 11 قدمت لنا نجوم بداوا من اليوتيوب وبقوا اسماء مهمه جدا في السينما والدراما السعوديه، زي فهد البتيري وعلي الكلثمي. ودول بقى مش بس مثلوا، دول كتبوا واخرجوا وانتجوا، وللحقيقه قدموا اعمال ليها بصمه قويه جدا. وفي الكويت الفنانه القديره شجون الهجري، رغم انها ممثله من زمان وليها تاريخها، لكنها كمان بتحافظ على تواصلها مع جيل جديد من خلال قناتها على اليوتيوب، وده بيخليها نموذج للفنان اللي بيعرف يواكب العصر ويستخدم كل المنصات المتاحه. لكن زي ما قلنا قبل كده البحث ما ظهرش امثله واضحه من الامارات لغايه دلوقتي، وده ممكن يكون ليه اسباب كتير، او يمكن الايام الجايه تكشف لنا عن تجارب جديده هناك.
في النهاية ظاهرة انتقال نجوم السوشيال ميديا للتمثيل هي مراية للعصر الحالي، عصر السوشيال ميديا وتداخل العوالم. ظاهرة ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، وبتخلينا نفكر تاني في معنى النجومية والموهبة والفرصة. مستني أسمع آرائكم وحكاويكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان توصلكم كل حكاياتنا. وما تنسوش سقراط دايما هو اللي مع الحكاية الصح.